السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم. كيف ما كتشوفوا ديما الجديد وديما كنطرقوا لواحد المواضيع اللي بزاف ديال البنات وبزاف ديال العيالات اللي كيعانيوا من هاد النقطة ديال الراجل. بزاف اللي عندهم قصص وخايفين لا يبوحوا بهم ولا يبانوا بشي وجه هكا ولا بوجه مكشوف ولا شي حاجه. هاد القناه درتها خصيصا لهاد الناس اللي ما قادينش يخرجوا الاسرار ديالهم وكيعانيو في صمت. فاخوي قلبك مع لمياء كتعطيك واحد الفرصه اللي هي زوينه، اللي كاينين هنا يعني بزاف ديال البنات ينصحوك وممكن نغيروا لك حتى الاسم ديالك وما يكون غير خاطرك. اي واحد عنده شي قصه يخليها لي في الكومونتير، انا غنحكيها بلساني و... واي حاجه يعني ضراك في خاطرك وما قداش تبوحي بها، فهاد القناه خصيصا ليك. وباش لان الواحد كيبقى كيخبي في قلبه حتى كتجيه واحد الاعصاب، كيجيه انهيار عصبي ما كيعرفش شنو كيدير، حتى كياخد شي قرار منه لراسو، لانه كيخاف يعاود من العائله ديالو يضحكوا عليه، ولا كيخاف يعاود لصحاباتو يتشفاو فيه. في الواحد كيبقى في بين نارين، واش نعاود ولا ما نعاودش. فهاد القناه خصيصا لك. وبزاف ديال الناس ممكن يعاونوك وسبق لهم وعندهم تجربه وتبارك الله. المغرب ديالنا زوين بزاف و... وعيالات وقادي كيف ما كنقولوا. خليكم مع القصه. سميتي وسام، في عمري 30 عام، تربيت في واحد العائله خوتي اللي ما عندناش. حنا بينا 5 د البنيتات. بنيته الصغيره كانت اختي اللي هي صغيره ماتت، كان جاها الله يستر مرض خايب وتوفات لينا، بقينا حنا. المهم اخوتي انا الكبيره عند ماما وتوظفت في التعليم، وهنا غتبدا القصه ديالي. المهم اخوتي توظفت وما كانتش داخله لي الفكره ديال الزواج ولا شي حاجه بحكم عندي مسؤوليه، لان والديا كيعاونوني حتى انا نصرف كي يتكلوا عليا نصرف عليهم وهز البيت وهز يعني هز اكثر من الطاقه ديالي. وبصراحه انا ما ندماش، علاش انا باغا رضا الوالدين. المهم هادي ماشي هو هذا الموضوع ديالي. المهم اخوتي بقيت كنخدم لمده 6 سنين، عاونت دارنا. المهم كانوا كيبنيو واحد البيت، عاونتهم. المهم تقولوا استقروا. انا خوتي قلت الحمد لله والديا داروا دويرتم. المصروف ديالهم خليته لهم، ما كنقص منه حتى شي ريال. وعوالا ان شاء الله زعما الا هكا درت هكا السوايع للدراري ولا المهم دخلني شي داخل اضافي، غنتعاون مع والديا. انا ما عنديش مشكل في هذا الشيء. تعرفت على واحد السيد اخوتي. انا بحكم يلا كنت تخرجت، كانوا عطاوني في واحد المنطقه اللي غير جبل غير الخلا والقفار، ما كاين حتى شي واحد. شتي الا بغيت غير نمشي مثلا للسوق خصني حتى نشوف هكا اللي يديني ويجيبني، يعني مكرفصه بزاف، بحال واحد الدوار اللي اش نقول لكم، بحال معلمه ولكن بحال الا ما معلماش. بقيت اخوتي هكاك، بقيت كنتناقش مع واحد الصديقه ديالي كانت مخطوبه ومخطوبه لواحد السيد في المدينه. قال لك انها هي يعني ممكن تعمل انتقال عند الزوج. دخلت هاد الفكره لراسي، قالت لي شوفي يعني الا بغيتي تزوجي ولا شي حاجه راه كاين واحد صاحب راجلي وراه قال لي ندبر له على شي زعما شي بنت هكا موظفه اللي تعاون هي وياه. و واخا انا جاتني هاد الفكره نتعاون انا وياه، يعني السيد راه ماشي قد المسؤوليه. انا ماشي ضد التعاون، ولكن يعني نقدر نعاونو هكا في الا بغيت انا هكا باش زعما هكا باغا يعني فلوسي الا بغيت انا نتعاون بهم. الكماليات بغيت نشري هكا شي حاجه للدار، ولا ان شاء الله كي لا تزادوا علينا عندنا الدراري ولا شي حاجه نصرف، ما عنديش مشكل. ولكن جاتني انه يفرض، ما عجبتنيش. قلت ربما تكون هاد صاحبتي زعما غير زادت فيا باغا زعما حيت شافتني انا خدامه ولا شي حاجه، زعما قالت يعني انا خدامه وهكا يعني تجيبها لي في هاد السياق. هي هادي قلت لها صافي ماشي مشكل، نتعرف عليه نشوفه بعدا نشوف عقليته، الا عجبني انا ما عنديش مشكل نتعاون معاه. انا هادشي اللي قلت. هي شدات هاد الميساج
وداتولو قلت له راني لقيتك واحد السيده هاكي دايره وهاكي دايره وخدامه وزوينه وشحال في عمرها. المهم حكات له عليا مطقطق حتى السلام عليكم. السيد عنده القصه ديالي، يعني عارف عليا بزاف ديال الحوايج، ولكن انا هادشي ما ضرنيش حيت الحمد لله السمعه ديالي زوينه. ديا رضات الوالدين، وكنت اي خطوه كنخطيها كنقول يعني تبعني رضات الوالدين، ما عمرو ربي يخيبني. هي هذيك تعرفت على السيد لمدة عام، درنا اللاكت، ولكن قررنا العرس حتى يجمع شويه. هو دائما ما عنديش حتى خوتي كيشد 5000 درهم، داير قرعه مع الناس اللي خدامين معاه ب2000 درهم. 1000 درهم كتمشي له هكا في الترونسبور، ولا بغى هكا يفطر برا ولا يتغدى برا، حيت راكم عارفين يعني ضروري خصو هكا. يعني ها هي 3000 درهم، بقات له 2000 درهم. 1000 درهم كيعطيها لوالديه كيعاونهم شويه، ولا 1000 درهم الاخرى ما عرفتش كيدير لها. المهم كل مره خوتي في الاخر ديال الشهر عطيني 200 درهم، عطيني 300 درهم. ما بقيتش فاهمه والو، وهادشي راني باقا ما مشيتش عنده للدار وبزاف د الحويجات. يعني باقا ما كنحسش ان بداك الراجل عطيني داك الاهتمام. من المفروض هو اللي مثلا يجيب لي كادو ويعطيني. يعني انا اللي كنعطيه. يعني كل شهر ما كاينش شهر اللي ما يقوليش بغيت 500 وكنعطيها له، بغيت 200 نعطيها له، بغيت 300 درهم نعطيها له. والصراحه لمده عام يعني بحال تقهرت، حتى انا راه عندي مسؤوليه، وحتى انا باغا هذا الراجل اللي ماشي اعطيني. يعني انا راه عييت. صافي اخوتي اتخذت انني واحد القرار، قلت له شوف ولد الناس، تلاقينا خوت نتلاقاو خوت، ما زعما بلا ما يديو الناس خبارنا وهادي. يعني هادشي يبقى بينك وبيني. يعني انا اللي عليا ما غنقول حتى لشي واحد، ولكن داكشي كيبقى ليك انت عاوتاني. يعني بلا ما يخرجوا الاسرار ديالنا انني كنعاونك ولا كتعاونني، ولا ما صدقتش بنت الناس ولا تبقى كتكذب على الناس. حيت كاين اخوتي واحد شي رجال مثلا غير كيتفارقوا كيبدا كيخرج على البنت الكلام الخايب، ويبدا يقول لهم لا راها ما صدقاتش، واشنو كدير. قلت له الله يعطيك الستر، ما خلي سمعتي، انا اصلا كتهمني السمعه ديالي بزاف. هي هذيك اخوتي. وفي هذه القصه بزاف ديال الناس غيقولوا لي انني طماعه، ولكن بزاف الناس غيقولوا لي انك يعني واخا تزوجي شي واحد ملياردير يعني انت كيهمك غير الفلوس. والله اخوتي ما كيهموني غير الفلوس، ولكن حتى انا باغا هذا الراجل اللي نحس انني اعطيني اهتمام ويشري لي وهذا، حتى انا نشري له ما عنديش مشكل ونعطيه ما عنديش مشكل. ولكن واش جاتكم عاديه انه من الاول يبقى يطلب مني الفلوس؟ انا الصراحه ما جاتنيش عاديه، باش ما نكذبش عليكم، هذه هي الحقيقه. الصراحه دابا انا وياه واقفين على المحكمه، وما بغيتش نتراجع على القرار ديالي، لان هاد السيد ما حساش انه عاطيني اهتمام ولا قيمه ولا شي حاجه. صافي من اللي وصلنا ان عطيني الفلوس وباقيين يعني ما درنا والو. يعني باقا انا وياه ما تعاشرنا لا عام الاول لا عام الثاني لا العام الثالث، وهو دائما عطيني الفلوس. صراحه جاتني بيزار، صراحة الله التقال. خوتي هذه هي القصة ديالي، عافاكم نصحوني وخليوا لي كومونتير ديالكم غنقراه واحد واحد، حيتاش حاسه براسي انني تسرعت، وبعض المرات كيجيني انني ما تسرعتش، كنقول هذا هو اللي خاصو يكون. دابا انا بين نارين، واش خديت الجواب يعني خديت شي حاجه اللي صحيحه ولا خديت الطريق الخايبه؟ عافاكم نصحوني. وشكرا بزاف اخوتي، وشكرا على حسن الاستماع ديالكم. وما تنساوش كيف ديما الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي واحد اللايك وحتى ابوني للقناه ما تنساوهاش، وواحد الكومونتير زويون كيف ديما. وشكرا بزاف، وشكرا